السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في اول حلقة من كورس Ambassador of Sales. في البداية احب اقول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الامر ان شئت سهلا، فاجعل امرنا كله سهلا. الكورس يا شباب زي ما اتكلمنا في البرومو هو بيتكلم انك ازاي تبقى سفير في المبيعات. الكورس بيتكلم انك انت مش شرط تكون بتبيع خدمة او منتج عشان تبقى قوي انك تسل اي فكرة انت بتتكلم عليها. زي ما اتكلمنا، هو مين اغنى حد في العالم؟ مش شرط اغنى حد في العالم هو بس بيبيع منتج او خدمة. انك تعرف تتكلم اصلا، انك تبريزنت الفكرة اللي انت بتقولها، هو ده السيلز. انك تبقى سيلز كونسلتنت هو ده السيلز. طب احنا في الفيديو الاول زي ما انتم عارفين في العنوان هو انترو. خلينا نحضر المايند سيت بتاعنا. ايه هو السيلز؟ واحنا جايين نعمل ايه؟ وناخد ايه؟ ويعني ايه السيلز؟ وهنستفاد ايه من الكورس ده؟ والمفروض مطلوب مننا ايه على مدار الكورس عشان نبقى مستفيدين منه اكبر استفادة كاملة؟ وانا جاي اتعلم ايه في الكورس؟ والكورس ده عشان اكون مستفاد منه انا مطلوب مني اعمل ايه على مدار الكورس؟ يعني احنا الكورس ده انا مش جاي اقول لك كلمتين وانت خلاص هتسمعهم وتمشي. لا، هو براكتيكال. يعني انت لو ما طبقتش بايدك فيديو بعد فيديو، والمفيد ان الفيديو كله هو ريكوردد، فانا مش شايفك. يعني هو احنا الكورس اصلا ده احنا بنديه ككوربريت في الشركات، بندرس الشركه، بنشوف الشركه مشكلتها فين، وبنشوف البين بتاعها فين عشان ننكريز السيلز فوليوم، وبعد كده نشتغل عليه. هنا بقى انا جمعت لك كل الخبرات من معظم الشركات اللي احنا اشتغلنا عليها، وهندي عليها امثله، بلس ان انا جمعت لك شويه سكيلز اقول لك المفاتيح بتاعتها عشان تقدر تبدا بيهم حياتك. ولو انت عندك شويه مشاكل، مش عارف تحقق التارجت، مش عارف الموضوع ازاي تتكلم مع العملاء، ازاي تبتدي، شويه حاجات خاصه بالسيل سايكل، شويه حاجات خاصه بانك ازاي تجيب عملاء، كل ده هناخده في كورس امباسادور اوف سيلز. بس خلينا نتكلم في البدايه عن حاجه مهمه جدا. ايه هي الفيجن بتاعتنا؟ احنا عايزين من الكورس ده نطلع بايه؟ الفيجن بتاعتنا ان احنا نماتشنج ما بين حاجتين بساط جدا. يعني مشكلتنا واحنا في الجامعه يا شباب، لما بنيجي ناخد الماده بتاعت السيلز او الماركتنج في البيزنس، الكلام بيبقى اكاديميك حلو جدا. لما بتيجي تستق بالارض والواقع، سواء انت كنت شغال بي تو بي او بي تو سي، بتلاقي الموضوع مختلف، بتلاقي تايب اوف كاستمر كتير، بتلاقي انت في انهي حته مش عارف، انت مشتت، مش لاقي انت في انهي حته في السيل سايكل. طب انا هبدا ابروتش ولا هبدا بروسبكتنج ولا هبدا برزنتيشن؟ طب انا مطلوب مني ان انا ابني كومباني بروفايل، طب انا هعمل اوتريتش ازاي؟ فالقصه انت مش عارف تبدا منين. طب احنا الفيجن بتاعتنا ان احنا نماتش ما بين ايه بقى؟ الساينس اوف سيلز، يعني احنا السيلز بيقول ايه في الساينس، الكتب بتقول ايه، وما بين الريال لايف، يعني ما بين ارض الواقع بقى. احنا جايين نماتش ما بين الاثنين دول. ليه نماتش ما بين الاثنين دول؟ عشان انكريز السكيلز بتاعتك. لان انا متفق جدا ان في حاجه اسمها سوفت سكيلز، بس هي السوفت سكيلز دي حته من السيل سايكل، وشتان ما بين حاجتين مهمين قوي. ركز معايا بقى في النقطه دي. لما باجي اتكلم معاك على السوفت سكيلز، انا مختلف في الحته دي ومتفق عليها. مختلف في ايه؟ ان يعني ايه سوفت سكيلز، ومتفق ان في سوفت سكيلز. السوفت سكيلز دي حته من السيلينج سكيلز، وانا بقول لك السيلينج سكيلز، ما قلتلكش السيلينج نولج. السيلينج نولج دي بقى دي الساينس، الناس بقى اللي بتبيع برودكت او سيرفيس، فبتيجي نعمل بقى ريسيرش كامل عن الكيس بتاعه البرودكت او سيرفيس الفلاني. لكن لما اجي اكلمك على السيلز سكيلز، لا، دي قصه، دي الامبريلا الكبيره اللي تحتيها كل حاجه بقى، اللي احنا وناس كتير بتسميها السوفت سكيلز. فانا جاي اكلمك ان انا هعمل لك ماتش ما بين ايه؟ حاجتين. دي الفيجن بتاعتنا بقى على مدار الكورس كله ومدار الحلقات كلها. السيلينج كساينس، وما بين ارض الواقع بتقول ايه عشان انغنيك من التشتت. طيب ده هنعمله من خلال ايه؟ من خلال الكيس ستادي اللي احنا هناخده مع بعض، كل حاجه بكل ستيب بناخدها، بكل موضوع بناخده، بكل مديول بناخده، بناخد عليه اكزامبل وبنطبق عليه. وبعد ما بخلص تاخد اساينمنت،
وفي نهايه الكورس بعد وانت في ناس طبعا ملت الفورم اللي احنا اتفقنا عليها، بيجي لك طبعا الباوربوينت برزنتيشن كله كامل، فانت بيكون قدامك الشرح وبيكون قدامك الريكوردد، فانت كده كده بيكون قدامك كل حاجه باينه، فبتقدر تطبق عليها. فدي اول حاجه. طب الكيس ستادي وخدت الاكزامبل بنيد اناليسيس. يعني ايه نيد اناليسيس؟ كل حاجه بتحتاج انك انت تحللها. انا موجود في الموقف الفلاني، اعمل ازاي ده؟ احلل ازاي الموقف الفلاني؟ العميل ده معترض على الحته الفلانيه، طب ازاي انا هعمل له يو اس بي؟ ازاي انا اخليه يشتري مني ما يشتريش من غيري؟ ازاي لما يعوز البرودكت الفلاني انا اول واحد اجي على اسمه؟ كل ده هنعمله ازاي بقى؟ هنشير الاكسبيرينس. كل ده من خلال الكورس بتاعنا هنعمل ماتشنج ما بين الاثنين. طيب حضر لي ورقه وقلم، عشان انا دلوقتي وهيظهر قدامك المايند ماب بتاعه الكورس كله اللي انت هتاخده معايا عشان تعرف انت هتاخد الكورس كله عباره عن ايه. احنا عندنا اسم الكورس ايه؟ امباسادور اوف سيلز. طب السلوجان اللي هنمشي عليه عشان ده تحطه جوه عقلك. انا اللي يهمني يا شباب انك تكون فاهم احنا بنتكلم في ايه، او انت محتاج من الكورس ايه. السلوجان بتاعنا لازم تكون فاهم ان البيع مش صعب. فانا دايما في كلامي، والناس اللي خدت معايا كورس قبل كده او حضرت معايا ورك شوب، انا عندي دايما بقول يا جماعه البيع مش صعب. selling is not hard when you know how. فالموضوع مش صعب، يعني هو البيع مش صعب بس انت تعرف ازاي. انت لو عرفت تبيع ازاي، وعرفت تبيع لمين، وعرفت انت بتبيع ايه، الموضوع سهل. مش محتاج اي حاجه تاني غير انك انت تجاوب على الاسئله. جاوبت على الاسئله خلاص الموضوع بقى سهل. فما تستصعبش حاجه، ما تستصعبش التارجت، ما يكونش عندك هيدج التارجت. فانا عندي 3 بارت انا بتكلم فيهم. اول حاجه نوليدج. في نوليدج احنا هناخدها، ما هو في ساينس، فطالما في ماده علميه يبقى في نوليدج. حلو. وفي اتيتيود، اسلوب لازم تتعلمه، لان وانس ان انا قلت لك سكيلز يبقى في اتيتيود لازم تتعلمه، لان هي السكيلز لو ما اترجمتش لاتيتيود يبقى ملهاش لازمه. وفي تولز. عود نفسك عن اي حاجه انت بتتعلمها، اي كورس بتتعلمه تجاوب على 3 اسئله اساسيه. متفقين؟ ايه ال3 اسئله؟ وات وواي وهاو. انا متعود كده في اي حاجه انت هتاخدها معايا، في اي موضوع تاخدها معايا. الفيديوز اللي انت هتاخدوها دلوقتي هي متقسمه في كل واحده توبيك، تريكس. مش هتلاقيهم طوال، هو هتلاقي الموضوع تريكس اند تريبس كده، عشان الورك شوب بتاع انت اقل حاجه في الورك شوب لو اي حد حاضر معاه هتلاقيه من 4 ل5 ساعات. بس الموضوع الكورس ده لا، هتلاقيه بسيط، فيديوهات بسيطه، بس افهم بالظبط انت محتاج ايه. طيب انا بجاوب في كل توبيك على 3 حاجات، وانت لازم تسال نفسك ايه هو الديفينيشن بتاع الحاجه اللي انا بقولها، ليه هي مهمه ليك ومهمه للبيزنس، هعملها ازاي. فالثلاث حاجات بتاعت المايند ماب متكونه من 3 حاجات اساسيه. ايه هي؟ نوليدج، فهديك نوليدج، هقول لك الساينس بيقول ايه في الحته دي، وهعلمك اتيتيود. حلو. وهعلمك تولز تستخدمها علشان تطبق النوليدج مع تمارس بيها الاتيتيود. طب النوليدج هناخد ايه يا حسين؟ هناخد السيل سايكل. ايه السيل سايكل؟ متكونه من البروسبكتنج، للابروتش، للبريبريشن، للبرزنتيشن، البلوك اوبجكشن، الكلوزنج، الفولو اب. في انواع سيلز متغيره الاسامي. بمعنى انا في البي تو بي مقسمها في فيزز، لان البي تو بي انت بتعمل كل حاجه. في البي تو سي انت ممكن تقف على حته معينه. يعني مثلا لو شغال في الريال استيت انت ما بتعملش بروسبكتنج، بتعمل بروسبكتنج من النتورك، لكن ساعات كتير بيجي لك الليدز من تيم الماركتنج. لكن لو شغال بي تو بي انت اول حاجه بتعملها حاجه اسمها الليد جنريشن، اللي هي تحتها اي سي بي، ماتشنج الاي سي بي معاها ايه؟ الاوتريتش مسج. بعد كده بتخش على ايه؟ الانجيجمنت، فبتعمل اوتريتش مسج. بعد كده بتخش على الاكشن اللي هي بتعمل بقى البروبوزال بالبريبريشن بكل حاجه خاصه بالبرزنتيشن، وتعمل الفولو اب والاكونت مانجمنت. بعد كده بنخش بقى على حاجه ادفانسد شويه اللي هي اسمها ايه؟ كاستمر ريتنشن. بس كله بينحصر
جوه السيل سايكل. ده النولج بتاعت السيل. يعني لما نيجي تكلمني مسميات السيل سايكل يا حسيني، اكلمك في حاجه مهمه جدا، انك لازم تكون واخد بالك المسميات دي بتختلف الديبندز الاندستري. اذا المايند ماب بتاعتنا اللي انت هتتعلمها معايا ادي النولج. الاتيتيود هتتعلم انت ازاي هتفولو اب، ازاي هتعمل ميتنج او ازاي هتعمل برزنتيشن، ازاي هتشير الميثود، يعني انا ازاي هشير معاك الميثود فتتعلم منها لما يحصل معاك الموقف الفلاني ترد تقول ايه. طب التولز بقى ودي المهمه، ايه عدتك؟ كل شغلانه ليها عده. لو انت مش مجهز العده بتاعتك يبقى انت مش مجهز 50% من الشغل. عمرك شفت دكتور من غير عده؟ عمرك شفت محامي من غير عده؟ عمرك شفت اي شغلانه في الدنيا من غير عده جاي ببقك خالص؟ عدتك ايه؟ فانت السيلينج تولز دي متكونه من حاجتين، هنعمل اناليسز للبرودكت او سيرفيس بتاعتنا، وفي بقى حاجه براكتيكال. ايه هو؟ هنطبق على بروجكت انا وانت مع بعضينا على مدار الكورس بتاعنا. كده انا عملت لك ريفرش للمايند ماب متكون من 3 اجزاء: نوليدج، اتيتيود، تولز. جهز عدتك يا صديقي علشان اللي جاي انت هتكتب كل حاجه انت بتاخدها عشان تستفاد بيها، والمفيد ان الكورس ريكوردد. طيب ايه المديولز او الاجنده اللي احنا هنتكلم فيها بقى كتوبكس؟ اول حاجه احنا هنتكلم في الفيديو ده عن الانترودكشن، بعد كده هنتكلم بقى عن السيلز تولز، ده تاني مديولز. بعد كده هنتكلم ازاي تعمل سيلز هانتر، ازاي تصطاد العميل بتاعك. بعد كده ازاي لما تصطاد العملاء او تعمل لهم بروسبكتنج تعمل له فالويشن، تحدد هل ده اكسبرت ليك ان هو يشتري ولا انت ضيعت وقتك معاه. طيب بعد ما اتاكدت ان هو يشتري، ازاي تعمل له حاجه مهمه جدا اسمها جولدن برزنتيشن. بالتبعيه ايه الوقت المناسب ان وانت بتعمل له البرزنتيشن اللي انت تقفل معاه الديل اللي اسمه كريتيكال تايم. وبالتبعيه اخر حاجه هناخدها ازاي تعمل بلان، لان الجمله الشهيره if you fail to plan you plan to fail. لو انت ما اتعلمتش انك تعمل خطه لنفسك انت كده بتتعلم انك تعمل خطه لفشلك. طيب احنا كده رسمنا احنا هناخد ايه، صح؟ طيب ايه اللي مطلوب منك؟ ايه الرولز عشان تكمل؟ انت مش شايفني، يعني انت شايفني بس انا مش شايفك، مش قاعد معاك، فالموضوع مختلف شويه. فانا مش مطلوب منك غير حاجه واحده بس، هي الرولز، انك تنتظم وما تضيعش وقتك. لو انت فاكر عامل حسابك ان انت هتتفرج فتحط السماعه او تشغل الموبايل قبل ما تنام بالليل تسمع كلمتين وما تعملش بيهم، بالله عليك ما تضيع وقت. انا مش مطلوب، انا منزل الكورس مجانا من غير ما تدفع اي فلوس. الكورس ده اصلا كان بينزل بفلوس غاليه جدا، بس انا منزله مجانا لوجه الله، مش محتاج منك انك تدعي لي دعوه حلوه بس. طيب انت ايه اللي مطلوب منك؟ ارجوك ما تضيعش وقتك، مش ما تضيعش وقتي، ما تضيعش وقتك.